اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الخير، صباح الأمل، صباح السعادة، صباح يوم جديد منور كده بيكم يا حبيب قلبي. ربنا كده يدومكم نعمة في حياتي، بحبكم بجد بجد من القلب. تعالوا بينا يلا نبدأ يومنا الجميل كده بالصباح المشرق اللي أقول الجميل. يلا بينا. أول حاجة بقى زي ما انتم شايفين كده غرفة البنات كانت عايزة كده تتوضب، خاصة يعني السراير كده بتاعتهم، وانا كنت شايلة كده كفرات فقلت كده احطهم. عايزة اقول لكم بقى ان انا مش انا اللي رحت جبت الكفرات دي، انا بعت بنتي هي اللي راحت جابتهم لي. فقلت لها يا فوفو انا مش قادرة بجد اخرج، يا ريتك كده تروح تجيبهم لي وتيجي. كنت حاطه في دماغي زي الكفرات اللي انا كنت شاريها قبل كده لاخويا ايام جوازه. كانت الكفرات كده قطن وبيضه، لقيتها جايبه لي كفرات كده شكلها غريب، تحس انها من فوق فرو وما تقلبيها الناحيه التانية جلد. ففهمت منها ان دي بتتلبس كده على الوشتين، على الوشين. صيفي وشتوي. ايه ده يا جدعان؟ قعدت بقول الكلام بالمتشقلب. بزود حروف وبنقص حروف، الله المستعان. المهم بقى يا جماعه، الكفرات كانت صدمتني وقلت اكيد هي ما جابتش اللي انا عايزاه. بس بصراحة يعني اقتنعت الى حد ما ان هي فعلا تنفع ان هي تبقى صيفي وتنفع تبقى شتوي غير التانية، يعني خاصة كمان موضوع الجلد ده حلو قوي. انا ما كنتش عايزة اشيل الاكياس اللي على السراير دي بصراحة، وحطيت كده بقى الكفرات كده عليهم. تمام. وقلت بقى ايه، اخليهم بقى فتره، لاني دايما اسمع محدش يشيل لي الاكياس اللي على المرتبه على اساس ان هي تحافظ عليها يعني وكده. فقلت خلاص هجيب لها كفرات، فجبت الكفرات بقى كده وقلت هجرب لو جم يناموا والكفرات ما ثبتتش بسبب المشمع، خلاص يبقى هتوكل على الله كده وهشيل الايه المشمع تاني يوم يعني، وبحط الكفرات بس وخلاص. وفوقها طبعا الملاية. طبعا زي ما انتم شايفين بقى الدور الفوقاني خالص ده بتاع فوفو. تمام. طلعت بقول بتاع فوفو. بتاع لوكا. في فوق كده مكتبة، المكتبة اللي جاية فوق دي مش دي يا جماعة، دي المكتبة دي ثابتة كده جاية في السرير، لكن المكتبة اللي نضفتها الأولانية فوق دي جاية كده، يعني مش جاية مع السرير، احنا عاملينها لوحدها. خلينا النجار يعمل لنا مكتبة كده لوحدها عشان ملوكة. وطبعا كلكم عارفين ان بما ان ملك قاعده فوق، فمش كل شويه تطلع وتنزل، حاطه لي جنبها ازازه ميه. كليت علبه زبادي وسابتها فاضيه، وزي ما انتم شايفين بقى الحال. مسكت كده الدور بتاع ملك خليته زي الفل، والدور برضو بتاع فوفو هخليه زي الفل. فرشنا الكفر والملايه ومسحنا المكتبه ومسحنا السرير بالسلم وكل حاجه، علشان طبعا التراب، بما ان الاوضه دي على الشارع. تمام. دخلت بقى كده قلت كان عندي غسيل، قلت بقى انشره زي ما انتوا شايفين كده. قلت يلا بقى يا لوكا، يعني اتشجعي كده وشجعينا معاكي، يلا ورينا النشاط كده والحيوية. وريتكم النشاط والحيوية. كانت البلكونة نظيفة، ما كانتش عايزة تتكنس بصراحة ولا اي حاجة، كنت منضفاها كده قبلها بيوم، ومنفضة بقى الشيش وكان سهل البلكونة ومسحاها، وكمان الجدار وكل حاجة، وكنت كده مخليها زي الفل. فقلت ايه، كانت طبعا انا معلقه على دوره الغسيل او المسحات كده من النوم، فقلت اعلق على دوره الغسيل على بال كده ما افطر، وكمان انضف كده الايه الاوضه بتاعت البنات، ويعني روقت لهم السريرين بس مش اكتر يعني. تمام. الاوضه لحد ما كانت نظيفه وزي الفل، ما كانتش مستاهله بقى. ف اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. هننشر بقى كده ونخلص نشرنا، وعايزة بقى يومي كده يخلص بسرعة، وهخش كده بقى على المطبخ اعمل لهم الغدا، بما ان انتوا عارفين ان في امتحانات، فلازم بقى الاكل يكون جاهز عشان يجوا يلاقوا اكلهم جاهز، وزي ما انتوا عارفين الكلام ده كله. ما ننساش بقى دعواتنا لاصحاب الاعداديه واصحاب الثانويه، ربنا ينجحكم كده ويوفقكم يا رب، ويكبر بخاطركم وخاطر اهاليكم. دي بقى مكرونه اقلام، جبت ميه وحطيت فيها شويه ملح وسبتها طبعا تغلي. غليت الميه الاول، بعد كده حطيتي شويه الملح، ركزي يا لوك. بعد كده نزلت بقى بالمكرونه الاقلام، اسمها عندنا مكرونه اقلام. دي بنعملها كده في المكرونه البشاميل، مش عارفه انتوا خارج مصر بقى بتسموها ايه، اكتبوا لي كده في الكومنتات بتقولوا على اسم المكرونه دي ايه. سلقتها زي ما انتوا شايفين كده. انا بسلقها ولا بهريها ولا بخليها ان هي بتبقى يا دوبك غلوه واحده، لا. انا مش بحبها غلوه واحده، بحس ان باجي اكلها بحس انها ناشفه. لا انا بحبها تكون طريه كده في البق، تبقى حتى مع البشاميل كده
تحسي ان هي جوسي كده وطريه معاكي كده وحلوه. في ناس بتاخد المكرونه يا دوبك غلوه واحده، لا انا مش بحب انا بصراحه موضوع الغلوه الواحده دي. لا انا بحبها كده تكون مظبوطه وفي نفس الوقت مش بهريها. الماريه تحسي ان هي كده اتقطعت منك. سلقنا المكرونه وصفيناها وحطيناها على جنب، ويلا بينا بسرعه نعمل البشاميل بتاعنا ده. ايه ده يا لوكا، كل دي كميه دي؟ يا نهار ابيض، يا نهارك مش فايت. بصوا انا عيالي بيحشقوا كده البشاميل يكون كتير، فممكن صينية تعمليها مثلا 5 معالق دقيق بس. لا انا بعمل 10 يا جماعة، انسوا. لان انا مش بعمل كيس مكرونة او كيسين مكرونة، لا انا بعمل في حدود 1.5 كيلو مكرونة. فطبعا الكمية معايا محتاجة لمقدارين صينيتين، بس انا هعملهم في قالب كبير. تمام، هتشوفوا معايا دلوقتي. فانا بحط زيت كده ويسخن، وابدا انزل الدقيق، وبحط كمان نشا. طبعا دي بيبقى اكتر من نشا، وابدا اشوحه شويه، وبعد كده انزل باللبن تدريجي، وافضل اقلب بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده عشان ما يكلكعش معايا، على نار متوسطه. وابدا اضيف معايا الملح والفلفل الاسمر. ما كانش عندي جبنه مثلثات، ما بيكون عندي بحط، او جبنه كريمي او اي انواع الجبن. بتفرق بصراحه في البشاميل، بتديله طعم تاني بيوديكي في حته تانية. بس ما كانش عندي وكان خلصان، وعيالي كلهم ما كانوش موجودين بصراحة. كنت عايزة انجز يومي، لان انا لما بخرج كده في الشارع بصراحة ببقى جاي مش قادرة، بلاقي نفسي هنكت كده وقعدت. وانا كنت عايزة اخلص لهم اكلهم بدري عشان ما يقولوش ماما مقصرة كده في حقنا ايام الامتحانات. والمكرونة على طول علشان ما تلزقش معايا، لازم كده ما بسلقها لازم ان انا اقلبها، وابدأ ان انا ايه اصفيها. تمام، صفيتها وكله والحمد لله. وبدأنا نضيف كده، ناخد جزء من المكرونة ونضيف عليه كده شوية من البشاميل ونقلبهم في الحلة بتاعتنا. قلت لسه هجيب بلاستيكية كده تانية، لا يا لوكا خلي البساط احمدي. المواعين دي انت اللي بتغسليها يا اختي، محدش تاني. فقلت خلاص احط كده في الحلة بتاعتي، وايه ابدأ ان انا اعملها. انا حاسه ان لا انا حاسه ايه ده، هي المقاطع معايا بسم الله ما شاء الله. طبعا المفروض ان انا كنت وريتكم الاول بحضر البشاميل، بحضر اللحمه المفرومه، بس المقاطع جت معايا بالعكس، مش عارفه هو ايه اللي حصل. عايزه اقول لكم ان انا اصلا في الترتيب عملت البشاميل الاول، بس المقاطع اتبدلت معايا ولا ايه اللي حصل مش عارفه. عملت البشاميل الاول وعملت اللحمه المفرومه، وبعد كده سلقت المكرونه، دي كانت اخر حاجه. المهم خلينا دلوقتي في اللحمه المفرومه. انا بعصجها ازاي؟ بشوف معظم الناس بيحطوا شويه من الزيت، وبعد ما الطاسه بتسخن بيبداوا ان هم ينزلوا اللحمه المفرومه، وبعد كده البصل. نحن نختلف عن الاخرون، وش كده والله زي ما بقول لكم كده. انا بحب ان انا اشوح البصل الاول وياخد لون ذهبي، وبعد كده احط اللحمه المفرومه، واحط البهارات والتوابل بتاعي وشويه ميه، وتستوي على نار هاديه. خلاص خلصنا كل الحاجه، هنقلبها بقى، قلب قلب بقى. هنجيب بقى الصينيه بتاعنا وندهنها بقى ايه القارب بتاعنا الكبير المحترم ده. دهنه من تحت كده بالسمنه البلدي وشويه من البشاميل، واديله ادي بقى، نزل بقى المكرونه، وزع المكرونه. ويا جمال المكرونه البشاميل وريحتها وطعمها يا اخواتي، اللهم اني صايمه، ما منتج لكم الفيديو وانا صايمه. ونزلت كده شويه من البشاميل على المكرونه، وانزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتي المتعصجه الجامده، اللي ريحتها تودي في حته تانية. عايزه اقول لكم ان انا بضيف لها برده رشه كده من جوز الطيب، بتخليها حلوه قوي قوي، او 7 بهارات. ويلا بينا هنحط بقيه المكرونه التانية، ضفنا عليها البشاميل برده نزلناه. ما كانش عندي للاسف ولا جبنه موتزاريلا ولا جبن خالص. عايزه اقول لكم ان بعد البشاميل ده انا بحط بقى خلطه جبن كده بتخلي المكرونه في حته تانية. بس الجيش قالك اتصرف، فهجيب كده بيضتين واخدين بالكم البيض غالي برضو. وهكسرهم كده في طبق، احط عليهم ملح وفلفل اسمر، وهقلبهم واحطهم كده على الوش. في اللحظه دي كنت انا طلعت سخنت الفرن بتاعي، علشان المكرونه كده لما تخلص ادخلها في الفرن كده على طول. قلت الفرن الغاز هيسعفني عن فرن البوتاجاز بتاعي. معلقه سمنه بلدي محترمه حلو كده كده بتخليها حلوه قوي، حطيتها كده على الوش ووزعتها. وادي الفرن بتاعي ده، الفرن الغاز بتاعي. نزق بقى المكرونه وشويه كده، وهبدا اهدي النار من فوق ومن تحت. الجنبين احمرهم قلبتها زي ما انتوا شايفين كده.
وخلاص هتخلص بقى معايا وهبدأ ان انا اقطعها. عايزة اقول لكم ريحتها كانت جايبة الشارع كله. اختي كانت موجودة عندي قالت لي طعمها تحفة وجوسي وطرية كده وناعمة. ايه الجمال ده، بصراحة كنت مبسوطة قوي. عايزة اقول لكم ما اكدبش عليكم، انا ما عملتش غيرها، هي المكرونة تكفي كل واحد خرطتين كده في الطبق او 3، يا سلام جنب مخلل. والحمد لله هذا نعمة وفضل من عند ربي. كل حاجة بقت غالية يا جماعة، والدنيا بقت مكلفة، فكفاية قوي عليهم المكرونة بالبشاميل. واقول لكم باي.